شكرا للزميل أسامة الأميري، شكرا لكل ضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض، ويسرني التحفة الفنية جدا بالتأكيد في مدينة البصرة. هذه المباراة الصافرة إذا تأتي، تحياتي محدثكم فارس عوض. شوط المنتخب القطري، الكرة بتتحول خطيرة في مكان، عراقية، مباراة نتمنى بأن تكون مثيرة ممتعة. هذه المحاولة الآن لبداية الإثارة، لكن التغطية الدفاعية تأتي من جاسم بعيد. يومها انتهى بهدفين، حسين سعيد سجل الهدفين، وأيمن 22 اللي كان في الرياض يومها مع جمال بالماضي. هذه كانت نهائية المنتخب العراقي، لا شك بأنه ينتظر أن يتواجد. ويقول المدرب برونو ميغيل: لا أخشى الجمهور ويمكننا تغيير التاريخ، على اعتبار التفوق التاريخي السابق. هنا السقوط، المنتخب العراقي يحاول والكرة تصل في الجهة اليسرى، طالت وتحول باتجاه أيمن حسين. الكنترول يا أيمن، الكرة طالت وتحولت بعد ذلك. قد تأتي بغير راية، وصلت إلى حسين علي، فيها عرضية سليم أقصى اليسار. الكرة طويلة لو وصلت باتجاه الجهة. صاحب 29 سنة، لاعب نادي السد، واحد من لاعبي الخبرة اللي عنده 3 وقت الأصلي للشوط الأول. رأسية، الله في العراقي لا يرحل أسد إلا ليظهر أسد آخر، إلا ليظهر أسد آخر. ظهر إبراهيم بايش بعد الأسود الكبار، بعد حسين سعيد، بعد الله على الرقم 18، المحطة اللي بينزلها. رجعت الآن من جديد يا خالد، الكرة تعود له من جديد، إنه يريد أن يجد في مكان سليم. المحاولة ما زالت مستمرة وقائمة. المرور هنا والصافرة وجلال حسن، كرة من علاء، لكن انظر إلى جلال يفقدها. متابعة، الله على العودة، الوصول الأول، يعني بأن قطر تسجل التعديل، يعني بأن قطر تعود إلى المباراة. ماذا يقول الحكم في هذا التوقيت؟ هل هناك صافرة في مكان؟ المنتخب العراقي سيبحث عن رحلة العودة من جديد في مكان إلى محمد علي. محمد علي أبي يرسل له كرة في الجهة اليمنى. لو عاد هذه اللقطة وهذه الكرة اللي بالكعب، بعد ذلك شوف حارس المرمى والمدافع، وشايف هنا عمرو السراء فيها تمريرة بتتهيأ باتجاه حسين علي، بيلعب له كرة عرضية، الله الكرة بترجع طويلة وعالية. أيمن حسين لكن لا تصل. يا سلام على التغطية، راحت إلى إبراهيم بايش في الجهة اليمنى، حاول مراقب متابع حسين علي، الكرة تصل فيها مرور. حكم المباراة يشير إلى ماذا؟ هناك اللي بدوره بيرسل كرة في نص الملعب، ممكن العرضية العالية أطول من اللازم. المنتخب القطري والآن يريد النجاح الكامل، يريد النجاح الكامل. يا لها من يا إبراهيم، لكنها الآن مو بكيفها، هي بكيف العراقيين، هي بكيف أسود الرافدين، هي بكيف المدرجات، هي بكيف الجمهور، هي بكيف المهاجم الرقم 18.